بقول لك ايه يا بنتي يا دينا؟ نعم يا ماما. انا يا بنتي من صباحيه ربنا كده، من ساعه ما صحيت الساعه 7 واني سامعه كده خبط وتنطيط وانزحه وصوت غريب كده عند شقه اخوكي فوق. ايوه يا ماما، انا كمان سمعت. الظاهر ان اخواتها جايين لها تقريبا، مش عارفه. طب ايه رايك يا بنت نطلع فوق نسلم عليها كده ونشرب معاهم الشاي ونشوف ايه اللي بيحصل فوق؟ هو محمود اخويا جه فوق يا ماما؟ لا يا بنت، الظاهر ان محمود لسه ما جاش. يعني الظاهر كده ان لسه قدامه يجي نص ساعه ولا حاجه على ما يجي. تعالي نطلع كده بسرعه قبل ما يجي، نطلع نبص بصيه كده نشوف ايه اللي بيحصل فوق. وماله يا ماما، يلا تعالي. انا بقول يعني نطلع نطمن كده على شقه اخوك لحسن يكونوا بوظوها كده ولا كسروا فيها حاجه. اهلا اهلا يا حماتي، تعالي يا دينا اتفضلوا. قال انا من صباحيه ربنا كده وانا سامعه تنطيط وانزحه، قلت اما اشوف فيه ايه. هو كان عندكم ايه؟ لا ابدا مفيش، دي خالتي جت من السفر وبعدين جت هي وماما وقعدوا معايا، قعدنا مع بعض حلوه قوي ولسه يا دوب نازلين من شويه. ما انا برضو سمعت صوت رجلين نازله على السلم كتير قوي. هو كان عندكم ايه؟ هما كانوا كتير ولا ايه؟ لا ابدا مفيش، دي خالتي وعيالها واولادهم وماما واخواتي. يا لهوي، ده جيش. وانت بقى طبخت لهم ايه ولا عملت ايه؟ دول جايز من صباحيه ربنا، يعني كانوا هيقضوا اليوم كله هنا. ايوه فعلا، هم قضوا اليوم كله هنا، وانا بقى ايه قلت فرصه بلاش اطبخ بقى ايه واتعب نفسي، فبعت بقى جبت اكل جاهز عشان اقعد معاهم طول اليوم، عشان ما اشغلش نفسي بقى في المطبخ والمواعين ووجع القلب ده. يا عيني عليك يا ابني وعلى بختك المايل وعلى المصاريف اللي دفعتها مراتك في العزومه دي. قال ايه اللي مهان عليها تندهلي ولا تقولي تعالي يا حماتي كلي معانا ولا اي حاجه؟ فالحه بس كل شويه تنطلي وانت عامله ايه يا ماما ويا حبيبتي يا ماما وتاكل من الاكل اللي انا عاملاه. لكن هي لما تعزم وتشتري اكل من بره ولا تقولي تعالي ولا اي حاجه يا حماتي. وانت على كده بقى جبت اكل ايه يا منى؟ مفيش، ده انا جبت شويه مشاوي على شويه رز بسمتي، فراخ مشويه كده، يعني شويه كفته شويه ريش. على رايك لما تبعتي تجيبي اكل من ده اهو احسن برضه، بدل ما تتعبي نفسك في الشغل في المطبخ والمطبخ برضه يفضل نظيف. ما انا كمان قلت كده برضه يا دينا. طيب اجيب لكم ايه بقى تشربوه؟ ما تجيبي لنا يا اختي من اللي انتوا شربتوه النهارده. طيب انا هنزل بقى تحت اشتري حاجه ساقعه، علشان الحاجه الساقعه اللي كانت هنا خلصت بقى خلاص. وعلى ايه تكلفي نفسك يا بنتي؟ مش مهم يعني الحاجه الساقعه اللي انت هتشتريها دي، نشرب بق ميه وخلاص ولا شويه شاي. ما تسيبيها يا ماما تنزل تجيب، ايه يعني فيها ايه المشكله؟ يمكن عايزه تشتري حاجه من تحت للبيت ولا حاجه. هنزل انا بقى اشتري الحاجه الساقعه. بتحبوها بيضه ولا سودا؟ طب انا هنزل وجايه بسرعه على طول اهو. شايفه يا اختي التبذير؟ يا عين عليك يا محمود يا ابني وعلى الجوازه الهام اللي انت اتجوزتها، ست مبذره. ايه يعني ما كانت اشترت جوز فراخ و2 كيلو لحمه وطبخت وخلاص في البيت واكلتهم؟ لازم يعني تبعت تجيب اكل من جاهز بالشيء الفلاني؟ قال عايزه تتفشخر قدام خالتها وقدام امها. ما هو ابنك برضه يا ماما هو اللي غلطان، كان المفروض قال لها لا وكان قال لها اطبخي في البيت. كل حاجه بيقول لها حاضر وطيب ويسمع كلامها. هو يا قلب امه مش عاوز يعمل مشاكل، لكن هي ما عندهاش دم وعينيها واسعه يا بيه قد كده اهو. قلت روح تجيب لي ب 3000 جنيه اكل عشان خاطر امها وخالتها. يا سلام يا اختي يا سلام، ما كانوا يجيبوا اكل وهم جايين. بصي يا بنتي يا دينا، ايه اللي هناك ده؟ ايه اللي محطوط جنب الكنبه دي بطاطس يا ماما. هاتها يا بنتي ما اشوف ايه ده. يا سلام يا سلام، وفي علبه كمان. تصدقي يا ماما طعمها حلو قوي وطازه. هاتي يا بنتي كده اما ننقنق واحنا قاعدين. روحي بصي هناك كده يمكن تلاقي حاجه تانية، يا روحي كده بصي. بس خلي بالك قبل ما تطلع، لو سمعت صوت رجلها طالعه على السلم قوليلي. روحي يا بنتي براحتك ولا يهمك، ده بيت اخوكي والعز ده كله بتاع اخوكي، روحي ولا يهمك. والله يا ماما عندك حق، ده في طبق رز بسمتي اهو يا ماما. هاتيه يا بنتي هاتيه. يكون الاكل ده بتاع اخويا يا ماما، تكون عينه له يعني عشان ما تطبخش لما يجي ياكل منه. صدقي هو ممكن يكون برضو اكل اخوكي، بس احنا بقى هناكل كل الاكل اللي باقي ده، عشان هو بقى لما يجي وما يلاقيش اكل يقول لها فين الاكل، هي بقى تيجي تدور ما تلاقيش، يقوم مسكها بقى ايه مهزقها ومديها علقه ولا جوزين اقلام كده ولا يشكمها. كان المصاريف والبعزقه اللي هي بتبعزقها دي لما بتتقيش ربنا. يعني يا ماما يبقى بينهم مشاكل كده في البيت واحنا نبقى السبب؟ سبب في ايه يا بنت ومشاكل ايه اللي احنا هنعملها؟ هو احنا يعني كلنا ايه؟ كلنا قد اللي اهلها كلوه؟ دي ما هنش عليها تنده لنا ولا تقول لنا تعالوا كلوا ولا حتى تنزل لنا اي طبق من اللي اشتريته ولا حته مشاوي والحاجات الحلوه اللي جابتها المعفنه الجعانه. ما تقولش حماتي كده ما بتاكلش الحاجات الحلوه دي اما نزل لها اي حاجه تدوقها، دي ما بتقدرش تنزل ولا تطلع. اخص عليها وعلى تربيتها. كلي يا بنت كلي ولا يهمك. انا شايفه ازازه هي بنت محطوطه جنب الكنبه، ما تروحي تشوفي ازازه ايه دي وناولين الطبق الرز البسمتي ده اما اكل فيه كده وانا قاعده. هات اما اكل وابر نفسي. هو احنا مش هنطبخ تحت يا ماما؟ نطبخ ايه بقى يا بنت؟ ما الاكل اهو
ناكل كده وننقنق براحتنا ويا سلام ونتمزج. انا لسه هنزل اقف في المطبخ واطبخ. وعموما احنا عندنا اكل بايت تحت في التلاجة، عايزه تاكلي منه كلي، انا هاكل من الاكل الحلو دي ازازة كاكولا يا ماما اجيبها؟ ايوه يا بت هتاه اما ابلع اللقمه اللي انا هاكلها دي، ده انا ريقي ناشف وحاشف. بس تصدقي يا بت الاكل طعمه حلو قوي وجميل. خدي يا بت علبه البطاطس رجعاها مكانها، سايبين لهم واحده كده ولا 2 فيه بدل ما يقولوا كلوا العلبه كلها. شايفه يا ماما ازازه الحاجه الساقعه فيها اكتر من نصها، قالوا نازله تشتري من تحت، مش هين عليها تدور ولا تجيب لنا من اللي موجود في البيت؟ كل شويه مصاريف كده اهو، يا عيني عليك يا قلب اختك. تلاقيها كانت عاينه الحاجات دي لاخوكي عشان ما تقومش تطبخ ولا تتعب نفسها، كانت هنيله. قال ايه الجيش الطويل العريض اللي كان عندها ده جايبه لهم مشاوي. فاكره يا ماما لما كنا واكلين هنا اخر مره قال كانت جايبه لنا تونه؟ ما احنا ما بتجيب لناش غير الحاجات الرخيصه، لكن لما يجوا اهلها تجيب لهم اغلى حاجه وتصرف مصاريف الدنيا، وهو يدفع ويخر مش عارف يقول لها زودي شويه عشان ماما واختي. يعني عليا وعلى بخت المايل يا ولاه، اقعد اجيب واصرف واعمل لهم عزومه قد كده اهو، سفره طويله عريضه مليانه من خيرات الله، إشي محاشي ومشويات ومش عارف ايه، واحنا يوم ما نطلع لهم قال ياكلونا تونه. ناولين يا بنت الحاجه الساقعه دي. على رايك يا ماما، ايه يعني المشكله لو كانت وقفت في المطبخ وتطبخ؟ ايه يعني وكلنا بنقف وبنطبخ؟ بس يا ماما احسن زمانها جت شكلها كده. ولا بس ولا ما بس عشان يعني هخاف. حطي يا بنت الازازه دي على الارض. اتاخرت عليكم يا جماعه؟ لا ابدا يا منى عادي ولا يهمك. بقولك ايه يا بنتي، انا سبت لكم شويه بطاطس اهمت في العلبه، ما رضيتش اخلصها كلها قوي يعني، قلت يمكن حد يكون نفسه في البطاطس ولا حاجه. وكان في طبق رز بسمتي كده جنب الكنبه، احنا كلنا انا وماما، كان عليه قطع فراخ. انتوا كلتوا طبق الريزو اللي كان هنا؟ ده يطلع ايه الريزو ده طبق رز بسمتي كده يا ماما وعليه قطع فراخ، ده انا كنت سايباه لمحمود عشان لما يجي يتغدى بيه. الف هنا وشفا على قلبي انا وبنتي، وكلناه بقى لقمه كده. يلا اهو ده بقى اللي احنا طلناه من العزومه. لا بس ايه كان طعمه جامد قوي يا منى، الطبق الريزو ده عجبني قوي. انت جايباه منين؟ هبقى اوصفهولك يا حبيبتي واقول لك على الطريقه. قال العزومه دي اتكلفت كام يا حبيبتي كده من الاخر؟ ده مبلغ كبير قوي يا حماتي، مبلغ كبير. وطبعا قلب امه ابن حبيبي هو اللي هيدفع. انت ما كنتش عارفه يعني تطبخي وتجيبي جوز فراخ تطبخيهم ومعاهم حته لحمه وخلاص وتعملي لاهلك العزومه دي بدل ما كنت تشتري التكاليف دي كلها؟ لازم يعني يدفع دم قلبه. طب يا حماتي هصب لك حاجه ساقعه بقى. لا يا حبيبتي احنا لقينا ازازه جنب الكنبه وخدناها شربناها بلنا بهرقنا. الله ده محمود جه اهو. اخوك جه يا بنتي يا دينا. يلا بينا يا بنتي نمشي ونسيبهم عشان يقعدوا على راحتهم. شكلهم كده يا ماما هيتخانقوا. ما يتخانقوا ولا هم حرين، ما كانت تجيب له اكل كده عدل ياكله، مش جايبه لهم مشاوي ومش عارف ايه وجايبه له هو بيزو ولا زيزو، انا عارفه هو اسمه ايه. يلا بينا يا اختي عن اذنك يا منى احنا نازلين. عايز حاجه يا محمود؟ اما تخلص الشاور بتاعك يا ابني يبقى انزل لي عايزاك. ما انا قلت لك امك واختك هما اللي جم كلوا الاكل، انا ذنبي ايه؟ انا مال انا؟ مش قلت لك يا ماما هيتخانقوا؟ يا ريتنا ما كنا كلنا حاجه. واحنا مالنا يا اختي؟ احنا ذنبنا ايه؟ ما هي اللي ما كانتش سايبه له اكل عيد من اللي هي شارياه وجايباه لاهلها، قال سايبه له شويه مش عارف ايه، قال شويه الرز البيزو بتاعها وحتتين فرخه مفعصين عليهم. طب وانا هاكل ايه دلوقتي؟ انا لسه هستنى لما تطبخي يعني ولا ايه؟ يا لهوي يا ماما ده البيت ولع حريقه، يا ريتنا ما كنا كلنا حاجه، احنا السبب يا ماما. انا قلت لك يا ماما بلاش ناكل. انزلي يا بنتي انزلي وانا هخبط عليها كده هقول لها حاجه. هتقولي لها ايه بس يا ماما؟ خلاص كده بلاش تتدخلي. مش هتدخل ولا حاجه يا بنت، هقول لها حاجه. انزلي يلا انت انزلي. يا منى يا منى. نعم يا حماتي. هو انت يا بنت بتتخانقي انت وجوزك جوه ولا ايه؟ لا ابدا يا حماتي، ده احنا كنا بنهزر كده شويه مع بعض عادي يعني مفيش حاجه. قولي لمحمود يا بنتي امك عندها باميه ولحمه تحت وعندي شوربه ولسان عصفور، خليه ينزل يتغدى عندي تحت. حاضر يا حماتي هقوله. امال انت يا بنتي كنت هتعملي له ايه دلوقتي؟ مفيش، كنت هعمله بطاطس محمره واقلي له بيض. طب يا اختي فالحه قوي، بطاطس وبيض؟ هو هياكل بطاطس وبيض وانتوا تاكلوا مشاوي؟ يلا ادخلي على بيتك يلا لجوزك وقولي له الكلام اللي انا قلته لك. اعمل ايه بقى في قلب الام؟ ما هو قلب الام ده حنين ورهيف ما يهونش عليه يزعل حد ابدا.